مصادر المعلومات خاصة الرسومات والخرائط. في هذه النقطة بصفة خاصة أخطأ فيها الزميل موجه الدراسات الاجتماعية في إدارة غرب الزقازيق، ولم يلتزم بأن يكون الكتاب المدرسي هو مصدر الخريطة التي جاءت بامتحان الدراسات، واعتمد على شبكة الإنترنت فجاء الخطأ كما هو واضح على الشاشة. الخريطة في الكتاب المدرسي سليمة بنسبة 100%، ولكنه لم يلتزم، وبالتالي تم التحقيق معه فور ظهور هذا الخطأ، وتم إجرائين. الإجراء الأول أنه حرم من وضع الامتحانات لمدة 5 سنوات، وهذا هو معمول به قانونا في مثل هذه الحالات، وتم أيضا بمجازاته ب10 أيام خصم من راتبه. هذا ما تم حتى الآن. تمام. أنا بشكرك جدا الأستاذ محمد السروجي، المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، وهذا هو الإجراء الذي اتخذ مع الموجه الذي وضع